تفتكر مع عزيز الأهلاوي بعد تعاقد النادي الأهلي مع 4 صفقات تقريبا في كل مركز صفقة؟ قلب الدفاع، وقلب الدفاع بيلعب باك شمال عادي، نص الملعب مركز 6، وينج، مهاجم، والمهاجم كمان يقدر يلعب وينج. هل تفتكر ايه انسب طريقة او ايه انسب خطة النادي الاهلي ممكن يلعبها الفترة الجاية؟ ده اللي جاي نتكلم فيه وده اللي جاي نقوله، بس زي ما احنا متعودين نصلي على النبي وندعي لاخواتنا في سوريا وفلسطين. وما تنساش طبعا تدعمني بشير ولايك وسبسكرايب سواء على التيك توك او على اليوتيوب. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا عزيزي الاهلاوي احنا شفنا النادي الاهلي في مباراة مودرن سبورت الطريقة اللي هو لعب بيها او التشكيلة اللي هو نزل بيها. طريقة النادي الاهلي عامة انت تشوفها على الورق اللي هي 4-2-3-1، بس هي مش كده، هي كانت في ارض الملعب 3-4-3 او ساعات 3-5-2 على حسب الكرة معاك ولا لا، وعلى حسب انت في حالة هجومية ولا في حالة دفاعية. فدي الطريقة او التشكيلة او رصة اللعبة جوه الملعب اللي هي